عارف ايه اكتر جملة بسمعها؟ الراجل يقول لك هي لو قدرتني هعمل لها كل اللي هي عايزاه، والست تقول هو لو حسسني بالامان هقدره من كل قلبي. المشكلة ان الاتنين صح والاتنين غلط، لان كل واحد واقف مستني ان التاني يبدأ. خليني اقولها لك بشكل تاني. الراجل غالبا بيحتاج يحس انه متقدر وان اللي بيعمله له قيمة، والست غالبا بتحتاج تحس بالامان وانها مطمنة ومسموعة ومش خايفة من رد الفعل. ده مش معناه ان الراجل مش محتاج امان او ان الست مش محتاجة تقدير، طبعا الاتنين محتاجين الاتنين، بس كل واحد فيهم عنده باب بيفتح قلبه اسرع. المصيبة بقى لما العلاقة تتحول لمعادلة ناشفة كده، لما تعمل هعمل، لما تقدريني هطمنك، ولما تطمني هقدرك، وطبعا ولا حد بيبدأ. أنا بشوف إن العلاقات الناجحة بيكون فيها حد عنده شجاعة يكسر الدايرة دي، مش لأنه الأضعف، لكن لأنه فاهم إن الحب مش منافسة على مين يكسب. ابدأ أنت، لو أنت راجل ادي أمان، طمن، ولو أنت ست ادي تقدير. ولو لقيت إن الطرف التاني بيستغل ده أو مفيش أي استجابة بعد وقت مناسب، يبقى المشكلة مش في مين يبدأ، المشكلة في العلاقة نفسها. فكر تاني. سلام.